ايه الاسئله ان انا كمريض هعمل عمليه تغيير مفصل حوض او تغيير مفصل ركبه محتاج اسالها للجراح بتاعي قبل العمليه؟ رقم واحد، هل انا استنفذت خلاص كل الطرق العلاجيه الاخرى غير تغيير مفصل الحوض؟ تاني حاجه محتاج اساله، هل في صعوبات معينه في العمليه بتاعتي او مضاعفات انا عرضه ليها اكتر من غيري؟ لو في حاجه كده، ايه الحاجه اللي انا ممكن اعملها او احنا ممكن نعملها مع بعض عشان نقلل من نسبه حدوث الصعوبات دي او المضاعفات دي؟ برضه مش عيب ان انا اسال الجراح عن الخبره الجراحيه بتاعته. في دول التانية بيبقى فيه سجل او ريكورد للجراح موجود publicly available، موجود، تقدر تدخل على الانترنت وتقدر تعرف الجراح ده عمل كام عمليه تغيير مفصل ركبه، عمل كام عمليه تغيير مفصل حوض، عمل كام عمليه اعاده للمفاصل، علشان تقدر تعرف الخبره بتاعت الجراح اللي هتعمل معاه العمليه. محتاج برضو اساله عن المفصل اللي انا هركبه، ايه نوع المفصل اللي انا هركبه، ايه التراك ريكورد او ايه السجل بتاع المفصل ده. الحاجات الموجوده في السوق بقالها فتره اطول ومتجربه فتره اطول بيبقى ليها سجلات وليها ابحاث بتقدر عن طريقها تتوقع العمر الافتراضي بتاع المفصل اللي هنركبه على غرار الحاجات اللي هي لسه طالعه جديد وما بقالهاش لسه وقت في السوق. ممكن برضو تسال الجراح عن نوع التخدير اللي هتستخدمه اثناء الجراحه، وتساله عن نوع البين كنترول او المسكنات اللي هتاخدها بعد العمليه علشان ما تحسش بالالم بعد الجراحه. ممكن تساله عن طول الفتره اللي هتقعده في المستشفى. كل جراح بيبقى عنده اختلافات، هو بيحب يقعد المريض قد ايه في المستشفى. هتبتدي علاج طبيعي او تاهيلي امتى بعد المستشفى، دي بتختلف من جراح للتاني. وهل في حد معين او اماكن معينه هو بيرشحها للعلاج الطبيعي او التاهيل. محتاج تساله، هو انا لو عوزت اتواصل معاك بعد العمليه هتواصل معاك ازاي؟ مين البوينت اوف كونتاكت؟ هل هتتواصل مع الجراح مباشره، مع السكرتاريه، مع المساعد؟ ممكن برضو تسال الجراح عن التحميل بعد العمليه هيبتدي امتى، هل هتحتاج عكازات امتى، هترجع الشغل امتى، وهتبتدي تمارس حياتك الطبيعيه امتى.